خلوني اكلمكم على موضوع، يعني كل ما بتكلم عليه بحس كده بسعادة بجد والله. وانا بدور في المتعلقات بتاعتي فلقيت الكتاب حوار في الجنة مع الفاروق عمر بن الخطاب للوتيلي. الكتاب ده انا جمعته، بلاش اقول الفته، عام 2007، يعني تقريبا من 17 سنة. فكرته جميلة جدا، فكرته فيها ابداع. الفكره كلها، انا بحب مجال الميديا، بحب مجال الاعلام، كان نفسي في يوم من الايام اكون مذيع، ومذيع شاطر، ومذيع يكون معروف ومشهور. اشتغلت شويه في احد القنوات الفضائيه كمذيع وما كملتش يعني. فتخيلت ان انا في الجنه، وتخيلت ليا برنامج في الجنه. هقول لكم، انا بتكلم عن الموضوع ده ببقى مبسوط جدا، هتلاقوني بقى سعيد وانا بكلمكم. فتخيلت ان انا في الجنه، وربنا يا رب اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، واحنا في رمضان اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. وتخيلت ان ليا برنامج معروف في الجنه، مشهور، برنامج تلفزيوني، بعمل حوار مع كبار الصحابه والانبياء. والجنه كلها الناس اللي في الجنه عارفين البرنامج ده بيتذاع في التوقيت المعين. فقلت ابدا بمين؟ ابدا بسيدنا عمر، بحب سيدنا عمر جدا يعني، رضي الله عنه وارضاه. فالهدف من الكتاب ان انا اشرح سيرة سيدنا عمر، بس بطريقه شويه فيها جمال. يعني في حد بيكلمني امبارح بيقول لي انا قريت الكتاب في يوم واحد. الكتاب على فكره 380 صفحه، ما دي صورتي بقى وانا فرفور صغير، كنت صغير يعني. 380 صفحه حد قراه في يوم واحد، من التشويق والامتاع والمتعه الجميله في الكتاب. الكتاب ببساطه شديده متخيل ان انا في الجنه، فبعمل حوار مع سيدنا عمر. فببدا الحوار استقبل سيدنا عمر وانا قدام قصر سيدنا عمر، وهنا اصف قصور الجنه كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدا. تخيل بقى لما تقابل سيدنا عمر وتحضن سيدنا عمر، او يسلم عليك سيدنا عمر، وتبدا تطوف الجنه. النهارده بقى هنعمل الحوار الاول مثلا عند نهر الكوثر، فبنمر في الجنه وبنشوف مثلا واحنا ماشيين حد كده طاير، السلام عليك يا عمر. فاعرفوا مين؟ سيدنا جعفر ابن ابي طالب، اللي هو كان بيطير، ربنا ابدله جناحين في الجنه يطير بهما. وبعدين واحنا بنمر نقعد عند نهر الكوثر فنصف انهار الجنه كما وصفها النبي، ونبدا نتكلم على حياه سيدنا عمر قبل الاسلام. بعدين نروح عند سيدنا ابو بكر في يوم تاني، نتكلم على مواقف سيدنا عمر مع سيدنا ابو بكر. وكان المستشرقين كانوا اتكلموا على الخلاف اللي حصل ما بين سيدنا عمر وسيدنا خالد بن الوليد. فقلت طيب، قعدت اقرا كتير واجمع الماده العلميه، ولقيت طبعا كلام المستشرقين غلط، ما كانش فيه خلاف، يعني ما فيش خلافات حد ما بين سيدنا عمر وسيدنا خالد بن الوليد. فقلت طيب انا هعمل حوار فين؟ عند سيدنا خالد بن الوليد. فرحت عند سيدنا خالد في قصر من قصور سيدنا خالد، وبدات اسال سيدنا عمر وسيدنا خالد، وفي الاخر ما كانش فيه اي خلافات ما بينهم. طيب، المعلومات اللي جايبها من مصادر موثوقه منها، مش بجيب كلامه خلاص، بس هي الطريقه نفسها اللي فيها شويه ابداع ومتعه. فتاخد السيره كده بطريقه جميله، سيره سيدنا عمر بطريقه جميله جدا، ومواقفه مع النساء، ومواقفه وفي الغزوات، ومواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب جميل جميل جدا. طيب، الكتاب ده كان ليه شويه قصص شويه، انا كنت متخيل الكتاب ده هيعمل بوم، يعني يعمل حاجه كده ضجه كبيره وينتشر، وابدا اخد سلسله سيدنا ابو بكر وسيدنا خالد، وابدا اشتغل مع الصحابه وانقل سير الصحابه من السرد الى طريقه الحوار التلفزيوني او الاذاعي اللي انا حاببها يعني. بس ما حصلش نصيب يعني. طبعت 500 نسخه وقتها، والكتاب ما كانش ليا وقتها 2007، يعني ما كانش ليا معارف ولا ليا علاقات بالاعلام والدعايه على قدي، وما كنتش معروف يعني، فما اهتمتش بيه. فافتكرت الكتاب يعني. من المواقف اللطيفه لقيت حد كده من الاهل في الصعيد بيقول لي، بيكلمني وتيدي معايا نسخ كتيره منه. النسخ الكتب الكتاب اللي عندك ده نبيعه للناس الربابيكه اللي بيعدوا في الشارع. قلت له يا جماعه ده حاجه قيمه، حرام عليكم يعني. فخلينا نقول لو ربنا اراد والفيديو ده حد شايفه وحد اهتم بالفكره، او الفيديو ظهر اكسبلور، مش هدف ان الفيديو يظهر كاكسبلور يعني، لا خالص والله. يعني لو الفكره شدتكم، انا ممكن خلال فتره رمضان، احنا بنحكي عن النهارده كام رمضان، 14 او 15 رمضان، ممكن نتناول كل يوم فيديو من الفيديوهات الخاصه بسيره سيدنا عمر بالطريقه اللي انا شرحتها. كل يوم فيديو بهذه الفيديوهات، لعلنا نعيد نشره تاني، او ارجع ان انا ابدا اكتب تاني واكتب اتناول سير الصحابه بطريقه الحوار التخيلي في الجنه. طريقه جميله ولطيفه وشيقه وممتعه. اسالكم الدعاء، واسالكم ان انا اكون على حق، واكون على يعني اللي انا عملته ده يكون في ميزان حسناتي، وربنا ينفع بيكم يا رب، واشكركم ودعواتكم كده في الفطار.